السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده هنشرح برضه التريكات في برنامج الاكسل. اول حاجه معانا، لو انا معايا وحده عايز احولها اعمل كونفيرت من وحده لوحده. مثلا لو احنا عملنا واحد، مثلا لو دي مثلا بالمتر مثلا، تمام، هي بالمتر، فانت عايز تعملها كونفيرت هنا تخليها ايه بالسنتي مثلا، تقوم اعمل ايه ايكوال، تقوم كاتب كلمه كونفيرت، تمام، نضغط على ضغطتين وحابب نحدد الرقم اللي انت عايز تغيره نمبر مع محددينها ده، نعمل علامه. الريت بتاعته كان ايه في الاول، فانت هتدور على متر. تعالى ندور على متر، ايوه اهي، تمام، هتحولها لايه، فاحنا هنحولها مثلا لانش، تمام، ضاغطين انتر. يبقى دلوقتي احنا هنحول متر الانش لواحد متر بيساوي كام انش. كده الواحد متر بيساوي 39.3 انش. طب حاليا احنا عملنا كونفيرت من واحدة لواحدة، تمام، والوحدات دي موجودة عندنا في البرنامج. طب انا عايز اغير من عملة لعملة، مثلا من جنيه لدولار، من يورو لدولار كده، فالعملات دي طبعا متغيرة ابديت على طول. انت لو دخلتها مثلا، جبت الكام يعني، انتوا دخلتها هنا يدوي هتلاقي كام ابديتد، فانت مش هتعرف كل يوم تقعد تعدل فيها، لا انت عايز حاجه تبقى ثابته معاك تتحدث لوحدها. فاحنا نعمل ايه، حل المشكله دي، انت بتقوم رايح جايب سورس من على الانترنت يكون في الداتا دي بتتحدث على طول عنده، هو متحدث عنده في الموقع، تتحدث انت عندك هنا ايه في الاكسل، بس طبعا لازم تكون الانترنت عندك شغال. تمام، هندخل اول حاجه على الموقع اسمه اكس ريت. الموقع ده تقوم كاتب اكس ريت، ده هتلاقي عندك على الانترنت، تقوم داخل على الريت تيبل. الموقع ظهر معاك في العملات اليورو، البريتش، وكل حاجه العملات دي موجوده، تمام. هنقوم اخدنا اول حاجه الموقع، اللينك ده ناخده كوبي، تول سي، تقوم رايحين على الاكسل، تقوم رايح على داتا، لما تضغط على داتا تقوم رايح على فروم ويب، تمام. انت كده بتعمل استيراد لداتا عن طريق الويب، تقوم قايل لك اكتب اللينك بتاع الموقع او اللي انت كاتبه، تمام، تعمل كنترول في وقوم تعمل اوكي. هيبدأ بقى يحمل الداتا دي على الانترنت او يجمعها ويجهزها لك عندك، تمام. هو انت بيقول لك ايه ده select which the level، انت عايز تروح تدخل على ايه التيبل، تمام، تعمل كونكت، تبقى لسه بيعمل كونكشن بينك وبين الجدول، طبعا هو ده اهو، تمام. مثلا عملنا نعمل ترانسفورم داتا، فهو خلاص عندك، هو بعمل ايه الداتا عندك اهي، تمام. فانت تحول من اي عملة لاي عملة تانية، هتلاقي ايه مثلا دولار استرالي بيساوي 1.5 دولار، هتشوف مثلا اليورو بيساوي 9/10. حاجة بنعملها لود هنا، تمام. اليورو مثلا اهو 9/10 بريتش، مش عارف ان ده يونيس، الكلام ده تمام. ده اللي هو الكامل 53، يعني على 53 عملة بتحولها من عملة لعملة. فانت بتقوم عامل ايه، هو حاطولك اهو في ايه في تيبل، انت عندك رحت مثلا عند شيت 9، فانا عايز اكتب مثلا ايكوال كنترول سي بتاع شيت 9، قمت حاطط هنا اهو كنترول في في واحد اهي. فاحنا عملنا ايه، خدناه من هنا كنترول سي وحطينا هنا كنترول في، حتى لو ضربناه في قيمة 2 مثلا، انت عايز تغير 2 هيتغير لك، يبقى انت كده عندك الداتا بقت عندك ايه ثابتة في البرنامج. لو هي عملت ابديت من على الانترنت هيجيلك ابديت بتاعها على طول هنا. دي الدوكيمنت بتاعتك، انت ممكن مثلا نعمل ديليت مثلا، مش محتاجها ديليت، فاهم، في تيبل واحد اللي هو ده موجود عندك. طبعا اي حاجة يحصل لها ابديت هنا هتلاقيها هيجيلك ابديت عندك على طول. فانت خلاص ربطت دي بدي، شايف دي القناة بتاع الكوبي اللي تحتها دي ربطت لك العملة بتاعتها. في تركة برضو معانا، لو انت عندك مجموعة من الحاجات دي مثلا ارقام او حروف او اي حاجة، في النص بلانك فاضي، يعني في اماكن فاضية، فانت تقوم محدد ده كله، تقوم رايح على ايه فايند سيلكت، تقوم رايح على جو تو سبيشال، تقوم مختار البلانك. لو انت اخترت على دي بس كده انت تحدد البلانك اللي هو الجزء الفاضي بس، تقوم ضاغط على كليك يمين وتقوم ضاغط ديليت رو، انت تمسح الصفحة، يس اوكي. شوف قام مسحهم اهو، خلاص هتلاقيهم متعلقين ايه لون تاني، خلاص مسحهم التلات، مسحهم اول ما انت عملت عليه كليك يمين وعملت عملت ديليت رو.